10 حاجات اتعلمتهم في فترة الخطوبة. لو رجع بيا الزمن أكيد هقول ال10 حاجات دول لنفسي مرة تانية، لأنهم كانوا هيوفروا عليا خلافات وخناقات ومشاكل وتفكير كبير جدا. قبل أي حاجة أحب أعرفك بنفسي، أنا مريم عوزة ودي قناتي بتكلم عن كل حاجة في الدنيا وأي حاجة في الدنيا تخطر على بالك. بعمل ريفيوهات للحاجات اللي أنا جربتها، بتكلم عن الحب والعلاقات وبتكلم عن الأمومة والطفولة. لو أنت مهتمة بالمجال ده من فضلك اعملي لي سبسكرايب، ويلا بينا نبتدي الفيديو. أول حاجة كنت هقولها لنفسي إن عمر الحب ما كان دايما كفاية. لازم يكون في حاجة اسمها حب، احترام، تقدير، ويبقى في قدرة على حل المشاكل، مش من ناحيتي أنا بس، أنا وشريكي، لأن هو ده اللي هيكمل معانا. لو أنا مخطوبة لشخص والشخص ده ما بيحترمنيش، لو أنا مخطوبة للشخص والشخص ده أنا رامية كرامتي على جنب وأنا بتعامل معاه. بالمناسبة أنا عاملة فيديو تحفة عن الكرامة، هتلاقوا اللينك بتاعه فوق في الآي أو تحت في الديسكريبشن بوكس. لازم يكون في بينا احترام وتفاهم متبادل، إن هو بيحترمني وأنا كمان بحترمه، هو بيقدرني وأنا كمان بقدره، إن إحنا لما نتكلم على حاجة هو يقدر يفهم أنا بقول إيه، وما بقاش أنا بتكلم في وادي وهو في وادي تاني. إني لما أكون متوترة وعندي قلق وقلقانة شوية، أو عندي مشكلة أو متضايقة من الألوان اللي هو اختارها للشقة، يبقى عنده قدرة إن هو يحاول يدور على حل للمشكلة بتاعتي. طيب يحاول يساعدني، حتى على الأقل يطيب بخاطري. تاني حاجة كنت هقولها لنفسي هي إن أنا أسمع للأفعال مش للكلام، لأن هو ممكن يقول لي إن هو هيجيب لي حتة من السماء، بس هو عمره في حياته ما هيجيب. الكلمات اللي بتتقال دايما بتبقى سهلة، لكن التصرفات هي اللي بتبقى صعبة. ما ينفعش يقول لي أنا طول عمري بحترمك وهو في نفس الوقت بيشتمني وبيهني في الشارع، أو بيقل مني وهو قاعد مع عيلته. فلازم أبص واسمع لتصرفاته، هل هو فعلا بيقول إن هو بيحترمني وهو فعلا بيظهر ده؟ هل هو فعلا بيحترمني؟ هل هو فعلا مقدرني؟ هل هو فعلا شايف ان انا اضافة قوية جدا لحياته؟ هل هو فخور بيا؟ تالت واهم حاجة في الدنيا انك اوعي تخشي الخطوبة او العلاقة العاطفية دي وانتي بتفكري I can fix him، انا هقدر ان انا اغيره. لان ببساطة مفيش حد بيتغير. انا هتغير لما انا من جوايا اكون عايزة ان انا اتغير، مش هتغير عشان انتي عايزة تغيريني. عمري ما هتغير. يعني لو انت مثلا مخطوبه لشخص والشخص ده مدخن بيشرب سجاير، فانت هتقولي انا هاخده وبعدين هغيره، عمرك ما هتعرفي تعملي كده، لان ببساطه هو هيفضل يشرب سجاير. لكن لو هو راح للدكتور والدكتور قال له قدامك شهرين وتموت لو انت ما بطلتش سجاير، فهو هيبطلها. فهو هيبطل لما يبقى جواه اقتناع نفسي وذاتي بنفسه ان هو هيبطل الحاجه دي. فلو انت مخطوبه لشخص متعدد العلاقات، بيكلم بنات، مش مهتم بشغله، مش طموح، بخيل معاكي، جفف مشاعره، ما بيقولش كلام حلو وانت محتاجه تسمعي كلام حلو، اي حاجه انت شايفه ان انت ممكن في يوم من الايام تغيريها، فهي مش هتتغير. فما تخشيش بالعقليه دي من البدايه، يا اما تقبليه زي ما هو يا اما تسيبيه. رابع حاجه، عمر الخلافات ما كانت مشكله، لكن دايما طريقه حل الخلافات دي هي اللي بتبقى مشكله. اي اتنين في الدنيا لازم هيختلفوا، المهم هما ازاي هيتصالحوا. يا ترى احنا هنصالح بعض ازاي؟ هنصالح بعض واحنا بنشد في بعض وانا متنازله عن حقي وان انا جايه على نفسي عشانك، ولا نتصالح ان احنا هنراضي بعض وهنتكلم مع بعض وانا هعرض وجهه نظري وانت هتسمعها، وانت تعرض وجهة نظرك وانا اسمعها ونوصل لحلول وسط. خامس حاجة وبالمناسبة دي مهمة جدا، وهي قيم الانسان. عنده قيم، عنده مبادئ في حياته. مش تدوري على الفلوس، لان الفلوس هتروح وتيجي. هو النهاردة غني وبكرة يبقى اغنى او يبقى فقير، محدش عارف الدنيا فيها ايه. لكن دايما الاخلاق والمبادئ والاصل الطيب هو اللي بيستمر. لو انت واخدة واحد زي ما بنقول شبعة من بعد جوع، فعمره في حياته ما هيشبعك فلوس او هيشبعك حنان او هيشبعك اي حاجه، لان هو بيبقى جف طول عمره. ولو انت واخده حد من الاول متربي صح واصله طيب، صدقيني لو معاكوا جنيه هتعرفوا تعيشوا، لو معاكوا مليون هتعرفوا تعيشوا. سادس حاجه واهم حاجه وهي حدودك. الحدود اللي انت بتحطيها في علاقتك العاطفيه من اول ما بتتعرفوا على بعض لغايه الجواز هي اللي بتفضل مكمله. اتكلمت في موضوع الحدود ده قبل كده وقلت لك حدودك مش هتعملي عليها خط احمر عشان محدش يعديها، حدودك هتحطي عليها بترول عشان اللي يقرب منها هتولعي فيه وفيها. خلي دايما حدودك واضحه وصريحه وقوليها بشكل واضح. انا مش عايزه حد يعلي صوته عليا، لو عليت صوتك عليا انا همشي وهسيبك. خلي حدودك واضحه، خليكي ثابته في كلامك، ثابته في رايك. انا ما ينفعش انك تقل من عيلتي او مني قدام اي حد، مش عشان لو انت قلت مني انا هقل منك. ما بنقلش من بعض عشان
قيمتنا قدام بعض وقيمتنا في عينين نفسنا. لكن لو انت قليت مني قدام عيلتك او قدام اي شخص في الدنيا، انا همشي، وده هيبقى اكبر عقاب ليك، لان انا اضافة لاي حد في حياته. استحقاقية عالية بس تستاهليها. سابع حاجة، اسمعي كلام الناس بس ما تمشيش ورا كلامهم. يعني اوقات ماما او اختك او اي حد عارف بالعلاقه وشايف خطيبك وشايف التعامل هيديكي ملحوظات وهيقولك لا 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 ده بخيل، لا 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 ده مش عارف ايه. انت اسمعي لهم، ممكن فعلا يكون كده، اسمعي لهم، لكن ابدا ما تمشيش ورا كلامهم، امشي ورا افعاله. هل فعلا هو بخيل زي ما ماما بتقول؟ لو كده يبقى ده قرارك، انت تختاري عايزه تكملي ولا عايزه تسيبي. لكن لو مثلا قالت لك ده بخيل فانت قررتي ان انت تنفصلي، بس انت ما شفتيش منه البخل ده، فهنا هيبقى غلط، لان احنا كده بنرمي ودنا للناس وبنخليهم يمشوا حياتنا. لكن لا، دي حياتي انا وانا اللي هعيشها، وهتجوز وهيعيش معايا العمر الباقي من عمري. فعشان كده لازم اختار بتأني. ممكن اسمع للملحوظات بتاعت الناس اللي بتحبني وبتخاف عليا، لكن امشي ورا كلامهم لا، لازم افكر الاول. تامن حاجه واهم حاجه انك تعرفي ان مفيش شخص في الدنيا كامل، انا مليانه عيوب وانت كمان. وهو اختاري الشخص اللي انت تعرفي تعيشي مع عيوبه. يعني هو بيشرب سجاير وانت مش منزعجه من حاجه زي دي، فكده انت قابله عيوبه وقادره ان انت تتكيفي معاه. لان لو انت لقيتي شخص او لقيتي خطيب وهو فعلا ما فيهوش عيوب، فيا باشا هو بيكذب عليك، اصل ما فيش حد خالي من العيوب. تاسع حاجه وهي ان الصراحه من البدايه طول الوقت بتريح. لو في حاجه انت خايفه ان انت تقولي له عليها من الاول، فارجوكي قوليها في الاول عشان تبقى سهل ان احنا نحلها. زي مثلا بنات بتيجي تقول لي ان باباها كان مسجون، او ان اخوها بتاع مشاكل، او كان بيضرب مخدرات، ايا كان الحاجه اللي انت شايفه لو انت قلتيها لخطيبك ان هو هيمشي ويسيبك. فمن فضلك لو انت خايفه على الحاجه دي ان انت تخسريها، خايفه ان انت تقولي له عشان ما تخسرهوش، فقولي له واخسريه دلوقتي قبل ما تستني مده اطول من كده وتتعلقي بيه اكتر، ويبقى لو سابك هتنجرحي وهتقضي وقت اطول تتعافي من عدم وجوده. لما تخفي اي حاجه عنه ده بيأجل المشكله لكن ما بيحلهاش. احنا عايزين نحل المشكله. ولو انت شايفه ان هو لو عرف مثلا ان باباكي او اخوكي بتاع مشاكل او ادمان او حاجه من دي، وان ده هيخليه يمشي ويسيبك، فقولي له، قولي له واخلصي، عشان ما تفضليش عايشه في خوف وقلق. وعاشر حاجه واخر حاجه وهي ان الخطوبه هي فتره تعارف مش سباق على الجواز. يعني انا اتخطبت فانا لازم اتجوز قبل بنت خالتي ما تتجوز، لا. الخطوبه هي فتره تعارف، ان انا بتعرف على الشخص ده وبشوف هو مناسب ليا ولا لا، وبعد كده ربنا بيكرمنا وبنكمل الجواز. طيب لو انا لقيت ان الشخص ده مش مناسب، خلاص هنسحب من العلاقه دي. ما فيهاش حاجه عيب ان انا افسخ خطوبتي، ما فيهاش حاجه غلط، وماليش دعوه بكلام الناس. ودايما افتكري ان خطوبه فاشله افضل مليون مره من جواز فيه. واخر حاجه واهم حاجه هي الدرس اللي انا طلعت بيه من فتره الخطوبه كلها، ان اختيار الشخص الصح مش ان انا اختار الشخص اللي بيدوبني بالكلام الحلو وليل نهار بيقول كلام معسول ومعيشني في اعظم قصه حب في التاريخ، عنترة بن شداد او روميو وجولييت، لان دول كلهم ما اتجوزوش. لكن الاختيار الصح هو الشخص اللي انا بشوف فيه هيبقى اب عظيم لاولادي بعد كده، الشخص اللي انا اقدر احس معاه بالامان والاحترام، الشخص اللي انا اقدر انام على المخده وانا مطمنه من الشخص ده، ما كنتش مخوناه ان هو هيسرق ذهبي، ولا ان انا مخوناه ان هو مش هيصرف على الولاد لو اتطلقت. الاحترام والتقدير بيننا وبين بعض، ان انا اقدر دوره وهو يقدر دوري في حياة بعض، دي اهم حاجة. اتمنى لك انك تحصلي على خطوبة هادية مريحة، ما تبقاش مليانة بالصراعات، سواء كان صراع بين عيلته او عيلتك او بينكم وبين بعض او حتى بين التفاصيل بتاعة الشقة والجهاز. استمتعي بفترة الخطوبة لان هي الفترة الاروع في حياتك. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبك. لو عندك اي استفسار، عندك اي حاجه عايزه تحكيها، عندك مشكله في خطوبتك، من فضلك اكتبي لي تحت في التعليقات، انا بشوف كل التعليقات وبجاوب عليها. ولو عندك واحده صاحبتك مخطوبه على وش خطوبه على وش فركشه، فابعت لها الفيديو ده. وبس كده، شكرا جدا على وقتك.